السلام عليكم، تعالوا النهاردة نعمل مع بعض Asian food أحلى من برا بمراحل. جبت صدر فرخة قطعته مكعبات وهكتب لكم كل الingredients في الكابشن. حطيت ملح وفلفل وبابريكا وعصرة نص ليمونة وبهارات فراخ وبيضاية، هقلبهم واسيبهم يتبلوا مع بعض. عشان اعمل صوص sweet and sour حطيت بابريكا وسكر وشوية خل وفصين توم وصويا صوص وحبة كاتشب ومعلقة كبيرة عسل. هقلبهم واجيب ربع كوباية مية ادوب فيها معلقة نشا وانزل على الصوص عشان يتقل معايا. في طبق تاني بقى هجيب معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا واقلبهم وانزل بالفراخ فيهم. وفي طاسة بقى سخنة على النار بس مش سخنة قوي، وسط يعني، هنزل بالفراخ بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي التحفة ده يا جماعة. وجبت بقى طاسة تانية على النار سخنتها شوية في الزيت، وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي. انتوا ممكن تعملوا اي خضار انتوا عايزينه، انا عملت فلفل الوان وفلفل رومي وكوسة وبصل، وهحط فصين من التوم عشان الريحة تبقى خطيرة. نزلت بقى بالصوص بتاعي عشان يتجانس معاهم، وهنزل بقى بالفراخ. شوفولي بقى الحلاوة واللون التحفة ده. على جنب بقى سلقت المكرونة بتاعتي، انتوا ممكن تعملوا اي نوع مكرونة عايزينه بس انا بحب النوع ده جدا. وهنزل بقى بالمكرونة، خطيرة يا جماعة وموفرة جدا وطعمها تحفة وسهلة. جربوها هتعجبكم قوي، والف الف هنا.